طب عمرك حسيت انه حدودك الانسانيه مخترقه؟ ده احنا انا شقتنا تقريبا بيتنا ميدان التحرير يا حاجة امل، ما انت عارفه. لا لا بس دي مخترقه المحبه، مخترقه، لا مخترقه انا لانه بتكلم على اختراق حدودك. لا أو ما بحبش يعني مع اصحابي المقربين، ما مع بحبش مش لازم يبقى اصحاب مع المقربين. اصحابي عموما يعني اللي بيعرفوني كويس، ما بحبش حكايه الحدود دي خالص. خلي الحياه بسيطه كده، يعني خلي الدنيا بسيطه، يعني ما فيش داعي ان الواحد يبقى قاعد مع واحد صاحبه خايف يحكي حكايه. ايه القرف ده؟ لا يعني مش حلوة. الاصحاب، ما انا عارفه انت عامل ايه مع اصحابك يعني. امال فاتح ايه؟ جدا امال مين؟ مع الناس. شوفي، من ساعه ما بدات شهره وانا دايرتي بتقل. اي نعم، دايره على معارفي يدي. دايره معارفي بتقل. المفروض مع الشهره تتسع، انما هي اتسعت بحاجه تانية، انما بالمعارف اللي قريبين بتقل، بتنكمش. ايه بقى المعادله دي؟ يعني انا حابه ان خوف. انا اقف شويه. خوف. ايوه خلينا خوف. بقى عند الحته دي، لانه خوف. يعني خليني اقول لكم ان أنا انا بخاف. في اخر 10 سنين لاحظت تغير على استاذ محمود. برضه استاذ على محمود يعني. برضه محمود يا حوده. قول ايوه كده. انه كان يعني منفتح جدا، بيخرج وبيروح طبعا طبعا، يعني في كل مكان، ومجامل لكل الحاجات اللي بتحصل والايفنتس وحاجات زي كده. فجأة لا، هو ليه طقوس مع نفسه جدا جدا جدا، وكأنك بتقفل الدايرة. لا مش انا ده خوفي. مش من انا إيه؟ ده خوفي. خوفك من ايه؟ لما بتنزلي في الحياه وتقتربي من الناس بتلاقي مشاعر جميله جدا. المشاعر دي بتحملك مسؤوليه صعبه، فببقى خايف، فما بحبش اسمع اي كلام فيه يعني ثناء او اعجاب او حاجه زي كده. يعني انا لما مثلا اكون في مكان مثلا وحد يهاجمني برجع مرتاح اكتر من التحيه، لان التحيه بتخليك تحسي مسؤوليه. اصل حمل انك انت الناس بتحبك، دي حاجه انا ما كانتش في بالي ولا في خيالي ولا كنت منتظرها ولا كنت بحب، يعني عايز اشتغل شغله يبقى الناس فيها تعرفني كده وتحبني. ما كانش في بالي خالص، لان انا بشتغل صحفي من سنه 78 وفي وسط الوسط الفني. انت عارفه أنا مين صحابي ومين، ومع ذلك كل نجوم مصر او معظمهم او افضلهم يعني كانوا اصدقائي. انا عمري طلبت من حد ان انا امثل او ان انا اعمل، وكانوا كلهم معايا من صلاح ابو سيف لغايه شريف عرفه. يعني ما طلبت، مش في بالي خالص الحكايه دي. يعني دي انت هديه بتهرب كده من الناس عشان انت بتحب الناس، او بتحب عشان محبة الناس طبعا ليك، عشان دي حاجه انا ما ببص كده، دي ما معادلة ببقاش غريبة. عارف اقدرها. يعني دي تتقدر ازاي؟ فلما تحس ان ربنا اداكي الحكايه ديت فتبقي خايفه عليها جدا، لانها حاجه مش من صنعك. محبه الناس مش من صنع الانسان، هي حاجه اهداء كده من الله سبحانه وتعالى. فتبقي عايزه ايه؟ تقعدي كده تستخبي عشان ربنا حافظ لك على الحكايه دي.